في ناس دلوقتي بتقول لي محمد هاني مستواه تطور مع كولر. انا بس عندي مشكله مع محمد هاني. اديك اقرب مثال، ماتش منتخب السويس الاهلي بيلعب فريق درجه تانية، وفي نفس الوقت الفريق ده ترتيبه التاسع، يعني تقريبا كان هيهبط من الدرجه التانية كمان. خالد عبد الفتاح كان بيلعب باك شمال وهو اصلا باك يمين، عمل فرصتين محققتين ان هم يتسجلوا اهداف، في حين محمد هاني اللي هو المفروض بيلعب في مكانه، المفروض اكتر خبره، ما عملش ولا فرصه، صناعه فرصه حتى، مش فرصه اقول لك فرصه اللي هي محققه تدخل جول، انما ما عملش اساسا فرصه. خالد عبد الفتاح من ناحيه الشمال مش على عدلته، عمل كورتين، واحده لحمدي فتحي ضاعت بالهيد، والتانية قفشه ما شاء الله عليه شاطها في وش الجول تقريبا يعني. فانا عايز اقوله ان محمد هاني ما تطورش، محمد هاني ما الا ان المنظومه اتعدلت شويه الدفاعيه فاتحسنت، فظهر ان هو كويس، ان محمد هاني ملوش اي ادوار هجوميه وملوش اي ادوار دفاعيه زي ما كان موجود. دلوقتي لو قارنا بعلي معلول، لا مختلف تماما. علي معلول دفاعيا ضعيف ولكن هجوميا فتاك. محمد هاني لا هجوميا ودفاعيا الى حد ما عادش بيغلط الغلطات بتاعت السنه اللي فاتت، بس ده مش مقياس. انا مش بجيب لعيب بيلعب في النادي الاهلي اساسي علشان ما يغلطش الغلطات الساذجه. محمد هاني لعب 275 مباراه مع النادي الاهلي، صنع تقريبا 20 هدف.